لأن المناصب في الكويت صارت توزع على شنو؟ على حسب الحصة أو الكوتا لعدد أعضاء مجلس الأمة. يعني أنت عشان تصير وزير لازم يكون عندك 4 5 أعضاء مجلس أمة، عشان تصير وكيل لازم عندك 4 5 أعضاء مجلس أمة، عشان تصير وكيل مساعد، عشان تصير حتى ضابط. والدليل آخر دفعة ضباط في الداخلية كلها كوتا موزعة على أعضاء مجلس الأمة. وين العدالة؟ وين العدالة؟ فبالتالي القبائل الصغيرة هم مشت في السنوات الخمس الأخيرة ولا ممكن. وأنا أقول الله يجزاه خير صاحب السمو ويبيض وجهه اللي التفت لهم، اللي أنصفهم عندما لم ينصفهم مجلس الأمة. فالقبائل الصغيرة حضر الدائرة من بدو، من سنة، من شيعة، من قبائل. يعني احنا دائما نقول لك والله هذا ما ممكن. يعني للاسف الشديد احنا عندنا شباب من ابناء الشيعة من احسن الشباب المهندسين والاطباء ما ممكن يوصل، لان لا الحين احنا نحس ان هذا سني، هذا شيعي، هذا بدوي، هذا حضري. وطبيعة التحالفات ما تسمح له. طبيعة التحالفات. فاليوم بالصوت الواحد لما اطلع من بيتي انا اطلع في بالي واحد اصوت حق فلان، وبالتالي لما اصوت له راح احط الله سبحانه وتعالى واحط وطني واحط اولادي امام عيني قبل ان اصوت اختار الشخص.